انا اشتريت دلوقتي سبيكر ودفعت فيها دم قلبي. تعرف اسعار السبيكر عامله ازاي؟ هي ايه وظيفه الكابينه؟ طيب بص، تعالوا نتكلم عن اللي بيحصل اصلا للفويس اوفر والناس اللي بتقرأ قرآن وكل الناس اللي عندها موهبة في صوتها وحابة والدوبينج. طبعا كل الناس اللي عندها موهبة وحابة انها تقدر تنفذ ده عن طريق البيت. تمام. احنا بنواجه مشكلة جامدة جدا، ان الناس كانت بتسجل في الدولاب مثلا. انا واحد بدأت حياتي في الاول في الدولاب. في ناس كانت بتسجل في الدولاب، في ناس تانية كانت بتجيب بطاطين وتقعد في الارض ومش عارف تعمل ايه. كل ده بالظبط، كل ده ليه؟ علشان يعمل بيئة محيطة بالميكروفون تبقى بيئة مناسبة للتسجيل. فاحنا بنقول لك بدل ما انت هتعمل كل الحاجات دي وفي الاخر بتطلع مشاكل في الصوت جامده جدا، زي الوايت نويز اللي بيبقى طالع، زي الوش اللي بيطلع، مظبوط، زي ان احيانا كتير جدا الصوت نفسه بيتكتم زياده، زي احيانا يبقى الصدى اللي في الاوضه موجود، في مشاكل كتير بتواجهها. ابقى اجي لك لنقطه الوايت نويز دي. طيب حاضر. فاللي بيحصل ان الفوكال ريكوردينج دورها ان انا الاوضه بتاعتي اوضه معيشه، مش بيئه مهيئه للتسجيل. مظبوط، فيها شباك وباب بالظبط كده. فاحنا بنستخدم الفوكال ريكوردينج علشان اقدر اهيئ للميكروفون مساحه محيطه بيه مهيئه للتسجيل وصحيحه. فبالتالي هقدر اخش جوه الكابينه اسجل، واقدر ان انا اطلع الصوت بتاعي دراي وفلات وما فيهوش اي مشاكل. انهي مشاكل؟ المشاكل الخاصه بالوايت نويز، المشاكل الخاصه بالريفيرب اللي داخل الاوضه، لان احنا عملنا محيط حوالين الميكروفون وحوالين صوتي ما يخليناش نجيب اي ريفيرب من بره. يعني معنى كلامك، خليني يعني اقول لك على حاجه برضو، يعني كانت بتجيلنا وسؤال وكده. معنى كلامك ان البيئه دي اللي انت صممتها علشان تبقى مناسبه للتسجيل. حلو جدا. في بوكس صغير كده بتاع حط جوه المايك. اوكي تمام. اوكي، هل الكابينه تساوي للبوكس ده؟ لا طبعا لا. بص، خلونا متفقين على حاجه، انه وهي دي فكره ان في اوبشنز كتيره في كل المجالات. مظبوط، في اوبشنز كتيره. ليه؟ علشان الشخص اللي مش عارف يستخدم الكابينه لظروف ما عندوش المكان اللي يسعها، هيجيب بوكس حوالين المايك. في اوبشنز موجوده زي الساوند ريفليكشن اللي بيركب حوالين الميكروفون نص دائري ده. مظبوط، ده بيستخدم في بعض الاستوديوز اللي القاعه اللي موجود فيها التسجيل كبيره. تمام. فكل حاجه ليها استخدام. لكن لو احنا بنتكلم على فنان عايز في البيت يقدر ان هو يرك، كان فويس اوفر، كان قارئ للقرآن، كان بيغني، بس كل الفكرة انه محتاج محيط للميكروفون وليه يقدر يسجل فيه كويس جدا، الفوكال ريكوردينج هي الشكل او المثال الانسب لده. بقية الاوبشنز موجودة بس كل اوبشن ليه استخداماته. انا عايز اقول لك ساعات في عملاء بتسألني، هو انا لو هسجل في العربية في بوكس ابقى في العربية؟ مصل العربية بتبقى متقفلة ومعزولة صوت. تمام. فلو اتكلمنا على الاوبشنز هي كتيرة جدا، بس لو بنتكلم على الاوبشن اللي اقدر اطلع منه نتائج صحيحة وسليمة، ما تكونش الصوت فيها مكتوم، واقدر اعمل ده وانا في البيت او في الشركة عندي لو انا مركز تدريب او الفوكال ريكوردينج حل مثالي ومناسب جدا لده. عاوز تضيف اي حاجة تاني؟ ميرسي جدا.